السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الشنيك اللي سهله بزاف وكتكون رطبه واخا جلست 3 ايام بلا ثلاجه بلا والو، كتكون رطبه. عندي هنا زلفه ونص ديال الدقيق وشويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره، وعندي ابيض بيضه والصفر غادي ندهن بها شنيك الا صيبتها. كناخذ الماء دافي، هاد الكاس وشويه، المهم على حسب العجين، يكون رطب شويه ما يكونش قاصح بزاف. وزدت باقي معلقه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط المقادير كلهم وغادي نعجن العجينه. وبقى نزيد الماء شويه بشويه، ما تخويوش بخطره، حيت كاين بعض الدقيق كيشرب الماء وكاين بعض الدقيق ما كيشربش الماء. وكتخلطوا بحال هكا، كتخلطوا العجينه وكتقيسوها الا لقيتوها باقي قاصحه، وتزيدوا باقي شويه ديال الماء دافي وحتى كتكون رطبه وبحال هذا الشكل. كتشتها بحال هكا كتلقاوها رطبه وتخبيوها باش تخمر، تخبيوها 10 دقائق. وهنا غادي نوجد البيشاميل اللي كنحتاج فيه اصفر بيضه، شويه ديال القشطه الحامض، معلقه السنيده، اللي بغى يزيد باقي يزيد، ومعلقه ونص ديال الدقيق، وهذا الكاس ديال الحليب. غادي نخلط المقادير كلهم، حاولوا تخلطوا داك الدقيق، ما تخويوش الحليب بخطره باش ما يكونش لكم حبيبات. وانا دابا فاش قديت البيشاميل خليته باش يبرد، وها العجينه دابا غادي نهزها باش نسرحها. راه خمرت مزيان ملي خليتها باش ترتاح، حيت هذاك فاش كتخليها تستراح وكتخمر اللي كيعاونها باش تكون رطبه مده طويله وتكون زوينه. وكناخذ المهم اللي بغى يسرحها فوق الطبله ديال الكوزينه ديريكت، اللي بغى يفرش فيها شي حاجه يفرشها. المهم انا فرشت فيها هذا الكاري ديال الطاهي وسرحت فيه العجينه. ودابا غادي نزيد وغادي نبقى ندهن بحال هكا بالكريمه، غير شويه بشويه. الملقه خص العجين تدلكوه مزيان باش يكون رقيق ما يكونش غليظ، حيت الا كانت غليظه ما غاديش تكون زوينه. حتى كدهنوها كامل وكترشوها اما بالشوكولات اما بالزبيب، اي واحد داكشي اللي متوفر عنده، وكطويوها بحال هذا الشكل شويه بشويه. كطلعوا داك الكاغيط شويه بشويه وكتصيروها باش ما تكونش مرخيه، خص تكون مزيره واحد شويه حتى كطويوها بحال هكا، حتى كتجمعوها وترشوها بشويه ديال الدقيق وتقلبوها عاوتاني. وهنا كناخذ الخيط، داك الخيط اللي كيكون في الخنشه ديال الدقيق، كديروه من التحت وتلويوه وتقطعوه بحال هكا، وغادي توركوا عليها باقي واحد شويه وتاخذوا، حيت الا غتقطعوها بالموس كتكون صعيبه. وهاني دابا فاش قديتها في الطاوه وخليتها تخمرات، حيت كانت طفى ليا التليفون ديك الساعه، خليتها تخمرات 15 دقيقه ودهنتها بالبيض وشعلت الفران 10 دقائق تسخن مزيان. ها هي دابا فاش طابت ودهنتها بالكوفيتور. المهم اللي بغى يدهنها الا ما بغاش يخليها، ورشيت عليها شويه ديال اللوزيفيلي. وكنتمنى اللي عجب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش بقى يوصلكم كل جديد.